النهارده هنعمل مع بعض السمك المقلي المقرمش بتتبيلة حلوة جدًا وبدون نشا، بجد هيعجبكم جدًا. قبل أي حاجة ما تنسوش تصلّوا على سيدنا محمد ويالّا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. أول حاجة السمك أنا بانضّفه كويس جدًا وبابتدي إن أنا أفتحه كده فتحة بالطول أو أنت عايز 3 فتحات بالعرض براحتك، لكن أنا بافضّل يعني الفتحة اللي بتبقى بالطول دي. بارُش عليه ملح كده وباسيبه شوية حلوين عشان يتملّح السمك، وبعدين باجيب راس توم كده كبيرة وأحط عليها بعد ما أدقّها، أحط عليها ملح وفلفل أسود وكمون وشطة وباقلّب الكلام ده كلّه كويس مع بعضه مع شوية زيت. عايزة تحطّي ليمون حطّي، عايزة تحطّي خل حطّي، بس جرّبي الطريقة دي بجد هيبقى أحسن مرّة جرّبتِ تاكلي فيها سمك، بجد هتحسّي ما فيش طعم زفارة، كلّها كده طعم تحسّي بتاكلي طعم سمك مش طعم تتبيلة بس، فهتعجبِك جدًا وجرّبيها وعلى ضمانتي. باقلّب البهارات مع الزيت مع التوم كده، وعايزة تحطّي أي نوع بهارات تانية أنتِ بتحبيه حطّي، عايزة تحطّي فلفل حامي برضه حطّي. أنا باقول لِك الطريقة وأنتِ جوّدي بقى براحتك. هنا أنا غسلت السمك كويس جدًا، جدًا، وبعدين بابتدي إن أنا أجيب التوم وأحطه كده زي ما أنتم شايفين في قلب السمكة من جوّه، وكمان في الخطوط اللي أنا عاملاها بالسكينة دي، وباسيبهم في التتبيلة تقريبًا نُص ساعة والّا حاجة ما باطوّلهاش أو كده. يا سلام لو عملتيها قبلها بيوم عادي برضه كل ما الحاجة بتتحط في التتبيلة كل ما بتشرب بالطعم وبتبقى حلوة جدًا، جدًا. فأنا هنا عملت السمك كلّه بالطريقة دي، وهاسيبه يتبّل كده نُص ساعة بس، أمّا أكون بس حتى جهّزت الدقيق والحاجات دي. أنا مش هاحط في التغطية اللي برّه غير دقيق شوية شطة وشوية ملح، مش هاحط أكتر من كده. بيطلع السمك مقرمش وفي منتهى الجمال، جرّبيها ومش هتندمي. أنا خلاص كده خلّصت السمك، هاسيبه بقى يتبّل وعمّا نجهّز الدقيق بتاعنا. جِبت طبق وحطيت فيه تقريبًا كوباية من الدقيق، عليها شوية من الملح وشوية من الشطة وقلّبتهم كويس جدًا، جدًا، وهي دي هتبقى التغطية اللي إحنا هنغطّي بيها السمك، مش هنحط أي نشا، مش هنحط تلج ولا نحط أي حاجة من الحاجات دي. هي دي الطريقة اللي تخلّي السمك يبقى مقرمش معاكِ، أهم حاجة يكون عندِك زيت غزير وسخن. أنا هاجيب السمك وابتدي بقى إن أنا أغلّفه كده، طبعًا بعد ما اتبّل هاغلّفه بالدقيق من ناحيتين، وبعدين الزيت أنا حاطاه يسخن جدًا، جدًا على النار برضه. أول ما ألاقيه سخن أوي هاروح حاطة بقى عليه السمك. السمك وأنتِ أهم حاجة وأنتِ بتطلّعيه، لو سمك كبير طبعًا هتحتاجي تهدّي النار، أنا حاطاه على نار عالية ما هدّيتهوش نهائي، لكن لو السمك كبير هتبتدي إن أنتِ تهدّي النار كده أو تخلّيها متوسطة في نُص كده بس، وأنتِ بتحطيه وأنتِ بتطلّعيه لازم تكون النار عالية جدًا والزيت سخن أوي، عشان يطلع مقرمش معاكِ. أنا هنا قليته على الجنبين زي ما أنتم شايفين، أول ما بياخد لون من على الجنب ده بادّي له باللون على الجنب التاني، وأهم حاجة التصفية، لازم تمسكي الملقاط كده وتصفّيه تدِكّي عليه تضغطي عليه أي زيت جواه هيطلع، ولو عايزة تطلّعيه على مناديل المطبخ براحتك، لكن هو كده طالع معايا عايزة أقول لِك مقرمش جدًا، حلو جدًا، ريحته جميلة، تتبيلته قوية، جرّبيه ومش هتندمي. ولو عجبِك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعّلي الجرس عشان كل فيديو جديد أنزّله يوصل لكم. أسيبكم في رعاية الله، مع